السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. حبايبي الأهلاوية، والله اللي بافرح لمّا باشوفهم والله، وباشوف تعليقاتهم. على الأقل ناس من زمان خالص ما شُفتهاش، وبنتكلم ويبقى في مناوشات كده لذيذة حقيقي. بس كلها لها حدود، حدود هزار، كلام بعشم، كلام باحترام، كل واحد بيقدّر التاني كويس وعارفه كويس. فده بيودينا لحاجة مهمة أوي. اللي حصل من أحمد حسام ميدو، وإن هو طالع يشكك في لعيبة النادي الأهلي وفي أساسيات لعب كرة القدم، وبيقول لك إن اللعيبة نفسها مش عارفة تستلم الكورة، ومش عارفة تلف، ومش عارفة تعمل نقلات، مش عارفة تروح وتيجي، مش عارفة، يعني بيشكك كليا في المستوى الفني للعيبة النادي الأهلي. طبعا بختلف معاه اختلاف كلي، لأن على الأقل في 3 لعيبة مهمين جدا من ضمن اللعيبة دي. واحنا عارفين كويس جدا ان هم لعيبه موهوبه بجد، بدايه من امام عاشور او زيزو او اشرف بن شرقي. طبعا يعني اشرف داري ده لاعب دولي مغربي، احرز هدف في كاس العالم الاخيره. حتى يحيى عطية الله ده راجل لعب جامد قوي، بس الاصابه هي اللي برضه عملت في كده. كان برضه رقم 1 في مركزه ورقم 1 في ناديه. اليو ديانج، حمدي فتحي. كل دي لعيبه. طبعا محمد علي بن رمضان ده بصراحة لعيب جامد جدا جدا جدا. مرا طبعا بتريزيجيه او وسام ابو علي، او يعني بجد الاهلي كلعيبه او كقوام او كسكواد حقيقي، يعني ما حدش يقدر يشكك فيهم فنيا ولا خالص يعني. فما ينفعش ان ميدو مثلا يطلع يقول لك ان لعيبه النادي الاهلي، انا ما اعرفش هل ان هو، يعني اعتقد ان هو ما يقصدش ان هو يقلل اصلا من اللعيبه كلاعب او كاسم لاعب. هو ممكن بقى الموضوع ده يقول لك له عوامل، يعني ان هم مثلا الكواليتي نفسه مختلف عن الكواليتي الخارجي او الكواليتي الاوروبي، او اللعيبه اللي بنلعبها هناك، او طريقه اللعب نفسها ممكن تكون مختلفه. لكن انت تشكك في لاعب نفسه او امكانيات لاعب، انا طبعا بختلف معاه كليا. الاهلي عامل ميركاتو السنه دي، انا ما شفتوش من ايام بركات وابو تريكه حقيقي، الجيل اللي كان طلع فجاه ده، وخد طبعا زي ما بيقولوا اكل الاخضر واليابس بالنسبه للقاره كلها. فانا شايف ان الجيل ده جاز يعني المتوسط بتاع العمر في اعلى شويه. ولكن هو الاهلي كده، مثلا الاهلي يجيب لاعب يشتغل معاه سنتين 3، يجيب بطولات وبعد كده يجيب غيره. ما بيبصش يعني ان هو يبني اجيال او يبني فريق على المدى البعيد او الكلام ده، يعني دي مش عمرها ما كانت خطه النادي الاهلي، ولا عمري شفتها حقيقي. هو يجيب اللاعب المستوي صح، ياخد منه خيره زي ما بيقولوا كده، وبعد كده يشوف غيره. فانا طبعا يعني دي كانت الاثاره نفسها في الكلام من ميدو. اعتقد ان الكلام ده برضو ليه، يعني يعني مقدمات او ليه حاجات قبل كده موجوده، بدايه من مثلا التقليل من احمد شوبير للزمالك واسم نادي الزمالك، وخليكم انتوا في المحليات بتاعتكم، انتوا خليكم في كاس العرب، لا خليكم في مش عارف كاس ايه، او خليكم في كاس مصر، احنا هنا بنلعب وفي تنافس. فطبيعي بقى يعني لما بيكون في بقى احتقان، او مثلا في تقليل، او في مثلا تحفيل، وخصوصا لما يكون جاي من هرم اعلامي زي النادي، زي احمد شوبير مثلا، او بيمثل الاغلبيه العظمى لجماهير النادي الاهلي، لما هو يقول حاجه زي كده، فطبيعي ان انا كزملكاوي او اي واحد زملكاوي هيتضايق وهيطلع يرد عليه. وانا رديت كذا مره كده وفي فيديوهات وبتاع. فالموضوع فعلا كان مستفز. بس انت لما تيجي مثلا تنتقد، او لما تيجي تقول، لازم تبقى كلامك مبني على الواقع. انت يا ميدو اخطأت في ان انت تقلل من اللعيبه نفسها كاسماء او كامكانيات. انا شايف ان تريزيجيه ده اهم لاعب في مصر اخر 10 سنين، وقلتها كذا مره. انا شايف ان هو اهم مع المنتخب من محمد صلاح شخصيا، ومؤثر ولاعب بيصنع الفرق بجد. يقوم سيد عبد الحفيظ بقى ما ينفعش يعدي التصريح ده، فيجي يعلق عليه. طبعا ما هو الموضوع بقى ماشي كده، وللاسف الاحتقان الجماهيري بيبدا من الناس اللي زي دي. انا طبعا اقعد انزل الكلام اللي سيد عبد الحفيظ بيقوله، سيد عبد الحفيظ يقعد يقول لك انت مش عارف ايه، وانت اللعيبه دي ممكن ما تبقى لعيبه فاشله لو انت اللي جايبها، وانا بيني وبينك مش عارف كام بطوله، 4، انا حاصل على باين على 64 نقطه فرق بيني وبينك في السنتين. هو فده بيقول يعني ده خلاص بقى، هو الموضوع بقى ماشي مين هيهزم مين ايه في السوشيال ميديا وفي الاعلام.
بس في حاجه مهمه قوي 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 ما حدش بيبص عليها او حد بيتكلم عنها، وهي الحقيقه. ايه هي الحقيقه في الموضوع ده كله؟ ان احنا فعلا كلعيبه، او كستايل، او كاداء، احنا بعيد قوي فعلا يعني. يعني انت لما بتيجي تبص حتى قبل كده لما الاهلي دخل يعني يتكلم ويسوق الكلام اللي بيقوله ان هو بيمجد وحقه، احنا اكتر جماهير موجوده. لا انا يعني حاليا في ماتش شغال دلوقتي انا بتفرج عليه، حاجه مونتيري وريفر برايت، مونتيري المكسيكي وريفر برايت الارجنتيني، حاجه انا اقسم بالله المدرجات انا حاسس انها تقع من الناس في 15 يعني الالتراس بتاع الناس دي مجانين بجد، مجانين ما بيقعدوش من اول دقيقه لاخر دقيقه. واداء ايه بقى؟ كوره راحه جايه راحه جايه، اداء عالي جدا جدا جدا. فاحنا لما نيجي نتكلم عن منافسه، او نتكلم عن الطموح اللي كان مثلا واحد زي مهيب عبد الهادي بيقول لك انا حاسس ان الاهلي ممكن ياخد كاس العالم للانديه، عادي. انت المفروض كواحد يعني انتمائك غالب عليك ان انت تقول حاجه زي كده. بس انت المفروض راجل لما تكون قاعد في الوسط وعارف ومتابع جيد، تعرف ان في فرق كبير جدا 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 في المستويات، وفرق كبير قوي في الكواليتي بتاع اللعيبه نفسها. حتى على فكره لما كنا بنقول الاهلي، او الاهلي بيقول على نفسه ان هو اعظم نادي تاني احسن نادي في العالم حصولا على البطولات، وده بيؤهله ان هو ما يلعب، وناس كانت بتنادي انه يروح يلعب في الدوري الانجليزي. الناس كانت وصلت لمرحله من الفكر ان هم شايفين ان الاهلي في الحته دي، بناء على 13 او 14 بطوله راحوها لكاس العالم للانديه، اللي انا قلت البطوله المزيفه اللي كانوا بيجيبوا 5 6 فرق ويجي بطل اوروبا يروح ياخد الكاس ويمشي. فكان الاهلي حاطط نفسه دايما في منطقه العالميه بناء على ذلك. طيب حضرتك لما حطيت نفسك في القالب ده، انت اللي اقحمت نفسك في المستوى اللي تخلي جماهيرك تشوفك من الحته دي. فللاسف كانت صدمه، هي مش صدمه، هو ممكن يكون واقع بس هو احنا ما كناش عايزين نصدقه. الواقع ان انت اصلا ما بتنافسش حد في الدوري المصري. يعني انت كاهلي فريق كبير جدا، عندك دايما كل حاجه موجوده، كل حاجه متوفره لك، استقرار فني واستقرار اداري واستقرار مالي. ابرمت صفقات عدت مثلا المليارات السنه دي، بتجيب من احسن يعني احسن لاعب في فريقه في الدوري المصري، لازما اول ما يظهر ويلمع انت تاخده. ده على فكره انا والله ما بتكلم كلام ممكن يضايق حد، بس دي الحقيقه والواقع اللي احنا. وعلى فكره انت راجل تقدر تشتري براحتك، تشتري الدنيا كلها، ولكن المنافسه نفسها مين؟ انت النهارده لو انت اتفرجت على صن داونز في بطوله كاس العالم للانديه، مقطع بروسيا دورتموند النهارده، ماتش خلصنا 4-3، تمام؟ يعني وجايب يعني فريق عنده 4 اهداف، جاب 4 الترجي التونسي، الفريق اللي كان بيبيع لعيبه زي محمد علي بن رمضان عشان خاطر ان ما عندوش، عنده ازمات ماليه، وكان بيحاول يعني الناس ما كانتش عامله الاستعداد الامثل اللي النادي الاهلي كان عامله. الترجي راح وبسم الله ما شاء الله، اول فريق عربي يحطم الارقام القياسيه ويتسجل ان لاعب عربي بي بيحرز هدف وكده، يتسجل باسم النادي الترجي البلايلي. حتى الوداد المغربي لما لعب مانشستر سيتي كان في اداء برضه رايح جاي وضيعهم. طبعا الهلال السعودي ده احنا مش هنتكلم عنه خالص، ان الهلال السعودي ده المفروض اصلا فعلا هو الدوري السعودي نفسه، عشان المنظومه بقى كامله مكتمله، كل الفرق مستوياتها متقاربه جدا، والموضوع بالنسبه للناس كلها ايه بقى، حاجه تبهر بجد. فعشان كده كان ريال مدريد بيلعب اصلا زون ديفنس قدام الهلال وبيدافع وخايف منه، وكان بيلعب على المرتدات، تحس ان اصلا الهلال هو اللي لابس تيشيرت ريال مدريد او العكس يعني. يعني كان الاداء فعلا كان اداء، هو ده الاداء اللي الناس كلها تفخر بيه. على الرغم من ذلك الاستوديو التحليلي وليد فراج جايب 2 3 سعوديين لابسين الزي الوطني بتاعهم، الدشداشه او الغطره والعجال، وقاعدين لا لبسوا مثلا تيشيرتات زرقاء ولا كلام. فاحنا بنأفور قوي 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 قوي، واما بنتصدم بنزعل. احنا عندنا خلل كامل في المنظومه الرياضيه في مصر هو اللي بيؤدي الى ذلك. دوري ضعيف متصنف يعتبر أسوأ دوري عربي على مستوى العرب، او رابع أسوأ دوري، او متصنف من أسوأ 4 دوريات على مستوى العالم. على فكره الناس يعني في ناس هم هي اللي بتقول الكلام ده مش احنا والله. ففي الاخر طبعا احنا لو بنتكلم عن وجود النادي الاهلي في البطوله بقى شبه مستحيل،
مع ان الكوره طبعا ما فيش فيها مستحيل مادام لسه الموضوع لم يحسم بشكل رسمي، ولكن انت للاسف حاطط نفسك في الحته بتاعت ان انت حتى لو كسبت بورتو البرتغالي، وده صعب طبعا، مستني نتائج الاخرين. واحنا عمرنا في حياتنا على طول بنعيش اللغز ده، المنتخب دايما يودينا في حتت وفي الاخر نستنى ان هو ايه، فلان يتعادل مع فلان، عشان طبعا واحنا عمرنا في حياتنا ما نجحنا ولا الموضوع ده مشي معانا. فاحنا لازم نصارح نفسنا احنا فين من الناس دي يا جماعه. طبعا كل الامنيات للرياضه المصريه بالتقدم، لان احنا عند الجيل بتاعنا زي ما قلت لكم بعد سنتين ثلاثه مش هيبقى عندنا منتخب بناء على اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. تحياتي وصباح الفل.